دايمًا بنسمع عن الراجل النرجسي، الستات بقى أخبارهم إيه؟ لأ، الستات النرجسية موجودين، بتظهر أكتر مع الأمومة، موجودة مع الزوج، بس بشكل مختلف. يعني الست النرجسية تصرفاتها مع الزوج ممكن تكون ما بتطوّلش أو ما بتظهرش أو إحنا مش عارفين عنها كتير، لإن الراجل من طبيعته مش بيشتكي، لكن هي بتظهر أوي بقى في الجلسات. منتج بقى الأم النرجسية دي طالع عامل إزاي بقى ما بين الستات والرجالة. الأم النرجسية من طبعها مع البنت تحديدًا بيبقى في شيء من الغيرة، شيء من إنه أنتِ بتاعتي. الأم النرجسية وِحشة يعني، إحنا بنقول الكلام ده كلّه عشان نقول إن هي شخص مُدمِّر للنفسية، لأ بالعكس، إحنا لو عرفنا بقى كيف تُكوّن الشخصية النرجسية بالذات الأم، هنتعاطف معاها كتير. بتبقى الظروف اللي خلقت الأم النرجسية ظروف الطفولة الصعبة أوي، بتبقى فعلًا مرّت بصدمات في الطفولة لم يحتويها أحد، كرَد فعل للمجتمع ده هي طلعت بالشكل ده. طَب مش كل الناس اللي بتتعرّض لصدمات في الطفولة بتطلع نرجسية، ولكن خلاص دي سِكّة من السِكَك. فهي شخص يستحق التعاطف ولكنه مش بيشجّع عليه، بسبب الأسلوب والطريقة المُتّبعة دايمًا في التربية مع البنات تحديدًا. البنت بتبقى عاملة زي عارفة الفار اللي بيجري في العجلة كده عمّال يلِف، يلِف ما بيروحش في حتّة، هي بتبقى البنت في السعي المستمر ده إن الأم ترضى وما بترضاش.